أهلا أهلا، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل في تمام الصحة والعافية يا ربي. صحاب لاقريب وينكم، ربي يشافيكم. على بالي الجو بدا يتبدل عليكم وما كانش اللي ما مرضش. المهم ربي يجيب لكم شفاء كامل كامل يا ربي. جيتكم فيديو جديد من الفيديوهات اللي تحبوهم، فيديو مليء بالنشاط. اليوم لا فيديو ماهيش من دارنا، راح تكون لا فيديو من بيت الجدة تاعي، يعني من الفيديوهات اللي تحبوهم وتحبوا بزاف نصور لكم هذا النوع تاع الروتينات. اليوم راح يكون واحد المنيو درناه منيو سوري، حنشارك معكم يعني اغلب الوصفات. دونك ما تودروش عليكم، تبعوا لا فيديو بزاف معمره بزاف حوايج. دونك ما تراطيوش عليكم، وان شاء الله يا ربي جميع واحد بعيد على ماليه، مغترب، يخدم بعيد، يقرا بعيد، متزوج بعيد، ربي ان شاء الله يجمل شملكم في اقرب وقت. وثاني كيف اذا كنتم متخاصمين ان شاء الله ترجعوا كامل ويرجع شملكم مره واحده اخرى، ويحفظ جميع عائله ملمومه يا ربي. صدقوني ما كانش في الدنيا هذه عائله مثاليه، ما كانش عباد، ما كانش تسمى محل يقول لك عائله احنا جميله تقابضنا، ولا جميله جميله فوتنا هكا دي بيريود ما نهضروش مع بعضنا ولا متعادينا ولا. بصح اهم شيء هذيك صله الرحم ترجع وتبقى، ويبقى هذاك الرابط بينات العائلات. بديت لكم لا فيديو تاع اليوم بشوفوا بهذا المنظر اللي يرد الروح من جنان تاع دار جدي. شوفوا هاد لي بلونت كانوا داروهم جدد يهبلوا يهبلوا. كي تحلوا هكا ديجا الباب ولا تجيو طالعين ولا هابطين يردوا الروح، يطلعوا المورال بلا والو. وتعرفوني انا قد ما نحب لي فلور، سورتو لي فلور ولا بلونت نشتيهم بزاف بزاف. يعني بالمناسبه هذه حاجه وراثيه في دارنا. دونك لهنا كانت العشية هذيك اللي طلعنا تلاقينا فيها. شوفوا العدد سبحان الله، الدنيا كل عام تنقص منا وحدة. اللي تزوجت واللي تخدم بعيد واللي ما ولوهاش الظروف باش تجي. المهم كل مرة ينقص العدد تاعنا شوية، بصح الحمد لله وين ما تصح لنا الفرصة. هو بزاف ما نلقاو هذا النهار اللي نجملو فيه، بصح وين ما تصح لنا نتفاهموا ونتلموا، رغم انه انا صغار وين تصلح لي. دونك كيما راكم تشوفوا يعني لهنا بديت لكم انا ديريكتومون بالصحراء. وش هو كنا قبل لهنا رانا تعشينا، انا لحقت مؤخرا. كانوا البنات اللي سبقوني قلاو لي فريت، قلاو سكالوب، داروا سلطه. انا لحقت في اخر دقيقه، يعني مع وصلت تقدروا تقولوا نحيت قشيت عشيت. بعدها يعني حاجه هكا برك خفيفه ظريفه، فما حبيناش نخلطوا بزاف باش على بالنا حنخلطوها في الصحراء. دونك رحنا بعد ما كملنا تعشينا وجدنا ديريكتومون الطراطق اللي جبناهم هاكم تشوفوا. يعني كان كل الخير، وموش هذا هو الرسمي يا البنات. موش الرسمي فوش حطينا ولا وش جبنا ولا وش طيبنا، الرسمي في هذيك اللمه تاعنا كيف هذا هو ليسونسيال عندنا. فكل وحده وش جابت من دارهم. هذوك لي كوكيز يا البنات شهيتكم في الجنه. عندي بنت عمي دير واحد لي كوكيز تحفه تحفه. دوك نخلي لكم لاباج تاعها لتحت في صندوق الوصف، وكيف دوك نطاقيها لكم في الانستغرام. البنات اللي تبعوني في الانستغرام سورتو هذوك تاع البيستاش ما عندي ما نقول لكم. ثاني هذاك الكاطو تاع البان دي بيس كان دارته بنت عمي واحده اخرى، مي دوماج هي ما تبيعوش. بصح ثاني كيف جاب بزاف بنين. شويه تاع كوفريت، شويه تاع مايس، شويه تاع داشيبس، زريعه اكيد. يعني هذو الطراطق تاع السهره اللي لازم كامل يكونوا. ورحنا حطينا السمين، الله كي ما يحب الخاطر. تعرفوا شتو، ما نقدرش نوصف لكم قد ما شفتني جدة تعرف هذه النهارات اللي قعدناهم. فرحتها بينا كانت مش سايعة الأرض. تلمو شتو درجة دي كانت ديما معمرة، سواء في المناسبات في العياد. شتو هكا ومن بعد على ضربة جدي مرض ما وليناش كامل نروحوا بزاف صغار وين نتلموا. فرحت بينا لدرجة ما نقدرش نوصفها لكم. وان شاء الله يا ربي نبقاو ديما هكا من فترة لفترة نتلمو، وان شاء الله نبقاو ديما كيف ومجمولين يا ربي. دونك حطينا هذو كيسان تاعي وجبناها. وش نقول لكم، تقدروا تقولوا انا ساعة انا رقدت من العباد اللي رقدوا بكري، رقدت على 3 تاع الصباح. الضحك التمسخير، جبدنا الكليشيات تاع العرس، تفرجناهم، كملنا لعبنا. المهم فوتنا واحد الليله صدقوني دي فوليت فيها ما كانش كيفاه حنحكي لكم. هيا من بعد رقدنا شويه، من بعد نضنا صباح تقاسمنا. فوج اللي راح قفض انا كنت من العباد اللي قفضوا. رحنا وجد الفطور، وفوج راح درنا لا ليست باش نروحوا نشوفوا واش رايحين نديروا للغدا. كما راكم تشوفوا درنا هذوك المسمنات، راني شاركتهم معكم من قبل في القناه. هذوك المسمنات كونجولي باسكو ما بغيناش حاجه حلوه، انا درتهم بالفرماج، تعرفوني ناكلهم مالحين مش حلوين. ومع حليب ابيض.
وانطلقنا ديريكتومون مع الغداء. بالنسبه للغداء لهنا حنديروا فلافل. بالنسبه للفلافل هذه لاغوسات المهم راني سرقت لكم وصفاتهم كامل. درنا لهنا فيها حمص. هذا الحمص مرنخ يومين قبل مع شويه بصله ومعدنوس والقارص ويترحى. هذيك لاصوص هي تتبيله تاع الشاورما اللي قاعده نوجد فيها انايا. ومن هنايا السكالوب كانت تقص فيه ثاني بنت عمي وحده. المهم كامل رانا كل واحد واش تقسم. يا اخي كيما يقولوا المعاونه تغلب الصيد. هكاك حنايا كل وحده حكمت حاجه، مع انه ما نضناش بكري بصح كل شيء وجد في وقت قصير. دونك لهنا واش درت انايا؟ درت 2 بايط تاع ياغورت، درت شويه توابل تاع دجاج وشاورما وكركم وفلفل كحل، ودرت طيب والرند والهيل قليتهم في المقله وزدتهم مع هذاك الفلفل المجفف والثوم. يعني هذه لاستيوس تاع بنت عمي قالت لك انا نقليهم ونلوحهم. تتبيله تجي بزاف بنينه. اني ديما وين لقيت تتبيله تاع دجاج نجيبها لكم نشاركها معكم. وخلطنا هذيك التتبيله مع سكالوب هذاك تاعنا، خليناها يعني بدينا بها هي اول حاجه، هي والفلافل هذوك. باسكو هذو هما يعني اكثر حاجه يديو اليد. من جهه واحده اخرى اني قلت لكم كل وحده واش حكمت عليها، ما لحقتش نصور لكم كل شيء، كنت نخطف لكم برك هكا في مقتطفات. شوطنا الباذنجان كيما راكم تشوفوا باش نديروا به واحد هكا الحميصه كل حميصه تاع باذنجان بالطحينه. الخبز كانت توجد فيه ثاني كيف وحده هاني وجدت نعت لكم العجينه. الخبز المنفوخ دوك نعته لكم في الاخر. وبالنسبه لهاد لاصوص اللي حنرافقوها شوفوا فيها زوج مغارف ياغورت ناتور ومغرفه تاع طحينه فيها القارص وفلفل الكحل والملح. هاي ليكم هاني صورت لكم حتى البطاطا تاع الطحينه اللي تستعملها بنت عمي، هاني نعت لكم كل شيء بالتفصيل. باش هكا تديو كامل الافكار اللي يحبوا يجربوا الوصفات. بس كنت حطيت لكم تصاور في ستوري وكنتوا بزاف بعثتوا لي. اعطينا الوصفه تاع هذيك، اعطوني تاع الحمص بالطحينه، اعطوني تاع هذيك. شوفوا درك راني حنوصف لكم هكا قيس وان شاء الله منه هكا الوصفه اللي حبيتوها بالتفصيل قولوا لي وراح نعاودها معكم كيف. الا هنا قاعدين نديروا في الروز كما راكم تشوفوا روز بشعيريه اللي هي دويده تاعنا. دونك قليو هذيك الشعيريه تاعكم مليح في مارغارين. كي تتقلى مليح زيدوا لها الكيله اللي حبيتوها تاع الروز اللي تكونوا غسلتوه مليح شللتوه مليح وتزيدوه لها حتى هو تقليوه غير شويه برك وتزيدوا له الماء السخون والمنكهات اللي حبيتو باش هكا يجيكم طايب على حبه. هام الفلافل تاعنا لهنا بعد ما ترحاو كما راكم تشوفوا فيهم، يعني نرحيوهم ساعتهم بعد نزيدوا لهم التوابل تاعهم. والخبز من جهه واحده اخرى لهنا كان قريب يوجد. راني شاركت معكم من قبل في القناه وصفه تاع خبز منفوخ، تقدروا ترجعوا لها. سينو اذا حبيتوا نسقسيها لكم خليوا لي برك في لي كومونتير ونجيب لكم ثاني الوصفه تاعها، ما كان حتى اشكال. هام لكم الفلافل هنا بعد ما تطحن هذاك الحمص المعدنوس والبصله والقارص راح نزيدوا لهم فلفل كحل وكمون وملح. هذا ما كان يعني هذا ما فيهم لا فيهم مغرفه صغيره تاع البيكربونات. هذا ما كان يعني وصفه سهله جدا وتجي بزاف بنينه، ما تجيكم الشايحه تجي مقرمشه من برا. ما شاء الله. وذوك نعتلكم كيفاه تقليوها. يعني اللي ما عندهمش المول تاع الفلافل واش يديروا يجيبوا فنجان كيما راكم تشوفوا درت له ساشي وهاني نشكل في الحفرة تاعو. يعني احنا ما عندناش المول هذاك تاع الفلافل، دونك ها بطريقه بسيطه جدا يخرجوا كامل على حبه. صدقوني ذوك تشوفوهم في صحن التقديم ما يتحلوا لكم ما والو كما راكم تشوفوا. ونقليوهم كامل مليح يعني هما طيابهم يحتاجوا زيت اللي يكون غزير، يعني زيت اللي هو معمر مليح، وفي نفس الوقت يحتاجوا يتحمروا مليح باش نضمنوا باللي هذاك الحمص تاعنا طابلنا. وهاي لكم يعني وصفه الفلافل راح نرافقوها مع لاصوص تاع الثوميه. رانا وجدنا قداه النوع تاع صوص، يعني انا شاركت معكم غير هذيك تاع الطحينه. اذا حبيتوا لي صوص الاخرين كيف خليوا لي مانيش راح نبخل عليكم. يعني هذه حتى هكا تكون النتيجه كي تكون العائله كامل طيب. تكملوا ليه وتتعاونوا ليه. يا حسرته كون جاب هذو كامل خواتاتي ساكنين معايا الكيف ما ندير والو. لا علينا. لهنا بعد ما كملت شويه الباذنجان هاكم تشوفوا زدنا له هذوك المكونات كامل ورحيناه مع بعضهم. ولهنا الخبز المنفوخ. شوفوا كيفاه وصفه ناجحه 100%. قلت لكم على باليش واش هي الوصفه باسكو انا كنت 3 ايام مع الفلافل من هيتا نقلي فيهم، دونك ما صورت لكمش بالتفصيل. بصح اذا حبيتوها قولوا لي.
الرز تاعنا بعد ما طاب شوفوا كيفاه جا مفروق كامل. ثاني هاو عليكم على حبه يجي كيما يحب الخاطر، رافقناه مع هذيك الشاورما اللي كنا طيبناها. شوفوا كيفاه طابت. وهذا راهو الحمص، هذا حمص بطحينه، هذا حمص البنات يطيب في لاكوكوت، يترنخ ويطيب في لاكوكوت حتى يولي زبده، ونرحيوه مع الطحينه، الملح، الفلفل الكحل والكمون ورشه تاع زيت زيتون اكيد من الفوق، يعني يترحم مليح مليح. وهاي ليكم واش درنا في شكله النهائي. يعني هذو هما كامل اطباقنا البنات. هذا الباذنجان والحمص هم عندهم واحد الاسامي البنات تعيشوا كياكل اللي راهي تتفرج في لا فيديو. بنات عميه اللي تتفرج في لا فيديو عاودوا لي الاسامي هذوك اللي اسمهم هذاك اسمه هذاك الباذنجان، خليوه لهم لتحت في لي كومونتير باش حتى هما يعرفوا اسمه وشي هو. وهاي ليكم كامل وصفاتنا. الرشه تاع الرمان هذه لمسه تاع بنت عمي وحده دارتها لنا باغتو. وهاي لكم شوفوا جات ما شاء الله. المهم يا ربي اجعلها نعمة دائمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين. كلينا واستمتعنا. حشوفوا حد نقسموا لكم حبة الفلافل تشوفوهم كيفاه جاو طريين من داخل مع هذيك لاصوص. واش نحكي لكم يا سلام. المهم شوفوا يعني احنا قررنا نديروا هاد الحوايج بالحوايج اللي كانوا متوفرين عندنا واللي شرينا برك من قدامنا، وختمناها بقعدة عقهي والله الله مع مسمن بالعسل والحوايج شوية من الحوايج الحلوين اللي بقاو. وهذا ما كان يعني كان هذا هو الملخص تاعنا. ومن بعد تفرقنا كل وحده راحت لدارها بعد ليله. ان شاء الله نعاودوها. واذا تحبوا هذا النوع من الفيديوهات وتحبوا ننزل لكم ما عليكم غير تخلوا في لي كومونتير وانا ان شاء الله راح ندير اللي عليا. كان هذا هو لا فيديو تاعنا نهار اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه. ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات قادمة. نحبكم قد الدنيا. الى اللقاء.